اللي طلبت تسليم بوشوارب. الجزائر بلد لا يحترم حقوق الإنسان. نقدروا نخرجوا لك المؤشرات بطبيعة الحال في قضية الحريات في الجزائر. نقدروا نخرجوا لك بما انه ماريا معنا مواطنه امريكيه تقدر تخرج لك ماريا التقرير السنوي للخارجيه الامريكيه فيما يخص حقوق الانسان في الجزائر، معناتها ماشي وانتهاك الحريات الدينيه، والجزائر في القائمه الخاصه لمتابعه انتهاك الحريات من طرف الاداره الامريكيه. ونقدر نزيد لك الامور. الفرق بيني وبينك ايضا اللي قلت لي اني قلت لك انك تخرط وانت ما تقدرش تقولها، لانه انا ما نخرطش. انا لما نتكلم حتى الكلام اللي كنت نقوله على الاتفاقيه درك انت كنت تتكلم وانا نجيب لك انه اسباب رفض التسليم، الاستثناءات الموجوده في الاتفاق الذي وقعته الدوله الجزائريه، هو انه الاستثناءات اهمهم اذا كان الطلب يتعلق بجريمه سياسيه او مرتبطه بجريمه سياسيه. اذا كان الشخص لديه اسباب معقوله للاعتقال ان طلب التسليم قد يكون لغرض التمييز على اساس العرق، الدين، الجنس، الجنسيه او الاراء السياسيه، يعني كل شيء مرتبط. يعني اهم الاستثناءات هي مرتبطه بالمتابعات السياسيه. لما تكون عندك متابعه امكانيه انه الامر لمتابعه سياسيه يسقط التسليم. القضاء الفرنسي والقضاء الفرنسي المستقل هو من يسقطه. لما فرنسا تطلب تسليم مش نفس الشيء. فرنسا في مؤشرات حقوق الإنسان، فرنسا ما عندهاش قضية سياسية، ما هيش تطلب في الشخص هذاك حتى تتابعه لأنه كان عنده رأي سياسي أو أمر مثل هذا. هي تريد التحقيق معه لأنه تورط في قضية تمس بسيادة الدولة الفرنسية، هي قضية اختطاف أمير بوخرس المعروف باسم أمير ديزاد فوق الأراضي الفرنسية. هذا هو الفرق بين الحالتين. وهل الاستثناء هذا يطبق على بوشوارب؟ الاستثناء اللي كنت تحكي فيه لا لا يطبق على لا بوشوارب؟ العدالة الفرنسية اعتبرت بأنه يطبق على عبد السلام بوشوارب. ولكن الحكم القضائي كان إدانة تاعو كان فساد مالي. ايه، ولكن اسباب الطلب فيها دوافع سياسيه، والاشكاليه هو في انه الملف في العداله الجزائريه اشكاليتها انها لما تقدم ملفات فارغه. لو كان هنا مره اخرى نذكروا استسمحه اكسل بالعباسي في الملف القضائي تاعو داروا ترجمه تاع شات جي بي تي القضيه هذيك ماريه تاع العسكري ولا هذيك اللي ترجموها فوالا. دونك الاشكاليه ايضا هي في الملفات الفارغه. العداله الفرنسيه 1+1. لما تقدم ان دوسي اون بيتون، ملف يعني يبين بانه الشخص هذا مدان في قضايا جرائم ماليه وغير متورط في والامر غير مرتبط بقضيه سياسيه، العداله الفرنسيه تسلم، ما عندها حتى اشكال. سامحني أخي الكريم، إذا كانت الجزائر ما تحترمش حقوق الإنسان والحريات منذ يعني منذ الاستقلال، ولا يعني ريسامون برك، ولا سنوات يعني هذه قليلة ولا سنوات بعيدة ما تحترمش حقوق وحرية الإنسان؟ على حقوق الانسان، انه النظام الجزائري انه في الجزائر لا تنتهك حقوق الانسان، هذا منذ 1962. لكن العداله الفرنسيه كاين حالات تسلم فيهم لما يعتبر جهاز القضاء الفرنسي بانه المتابعه ليست سياسيه. اذا كانت الشبهه بانه هذا مرتبط بقضيه سياسيه او الشخص هذا سيتم المساس بالسلامه الجسديه تاعو، بطبيعه الحال القضاء الفرنسي سيرفض التسليم. هذه هي بسيطة القضية. صح. شكرا. إذا كانت من 1962 كما تقول أنت الجزائر ما تحترمش حقوق الإنسان والحريات وإلى غير ذلك، لماذا أبرمت الاتفاقية تاع تسليم المطلوبين وهي على بالها قبليا باللي راهي الجزائر ما تحترمش تحاول حقوق في الإنسان؟ النقاش منير معلش انا غادي مش ندخل نحاول في هنا. النقاش، نعم، لابد تجاوبني برك. انت تقوم بتحويل النقاش الان الى نقاش له علاقه بشكل مباشر بالاتفاقيات بين الجزائر وفرنسا. حنا نهضروا بشكل خاص على محاوله اثبات ان النظام الجزائري ليس نظام فاسد ولا متورط في قضايا لها علاقه بجرائم او بفساد. انت راك تقول لا او تدعي لا، رغم انه حتى في الجزائر باش نحضروا الصح هناك شخصيات عامة كانوا وزراء حتى ويحيى يعني متورط في قضايا فساد، كي داروا الحراك وكاع أسقطوا بعض الشخصيات وتمت محاكمتهم. كل ذلك بالنسبة لك غير موجود. إذا كان النظام نفسه من وقت لوقت
باش يحافظ على التوازن تاعو، يطيح بعض الشخصيات من داخل النظام. فانت راك جاي تنكر لي هنايا، وجاي تنكر الان في قضيه لها علاقه بدوله واحده اخرى ما تقدرش تلعب معاها، عندها استقلاليه القضاء وتحترم القواعد تاع القضاء والقانون. بالنسبه لك انت هذا كاع ليس له اي قيمه، وعلينا ان ننتظر حكم القاضي. واذا حكم القاضي اثبت لك دروك انه الجزائر مدانه وتبون مدان والمخابرات مدانه، واش غادي يكون الموقف تاعك انت اذا كان الموقف تاعك الان مرتبط بارك الله بهذا فيك. القرار حصرا؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. هنا انا ثم نأمن انا باش نصلح لك انت الاخت الكريمه ولغيرك باللي على ذمه التحقيق انسان راهو مش مدان، مبدا قانوني عالمي. انتم راكم تروجوا باللي راهو دار بناء على خلاص روبورتاج، انا بناء احنا على غادي لا، نستنوا حتى يخرج الحكم القضائي، وتجي منير هنا تعطيني رايك وتقول لي نعطيك راي تسلم بان نعم هذا النظام هو نظام اجرامي، وامير ديزاد كان عنده الحق كي قال باللي تبون فوايو. وبغيت نسقسيك حاجه واحده اخرى، قضايا الفساد الداخليه التي أدين فيها وزراء وسياسيين كانوا في الحكم لسنوات طويلة في الجزائر، والقضاء الجزائري بروحه أدانهم فيها. ما رأيك؟ شيء جميل جدا، وبناء يعني على هناك فساد في الجزائر. الفساد في اي دوله في العالم، حتى في امريكا. انا جاوبك، معليش الان انت تسلم بالاحكام تاع القضاء الجزائري في قضايا الفساد. بيان سور. خلاص علاش من الاول ما تقولش؟ علاش من الاول ولا انا قلت علاش من الاول ما تقولش؟ علاش من الاول قاعد تدافع؟ كيفاش ندافع؟ انا قاعد نقول لكم اعطيوا الادله، صلحوا للناس. الادله راهي عندك انت في القضاء الجزائري الداخلي. لا الادله راهي عندك في المحققين الداخليين. سامحين دقيقه برك من فضلك. انتم راكم تهضروا على فساد ولا على الواقعه هذه تاع الدبلوماسي الجزائري. هاني قاعد نقول لكم انتم راكم بين قوسين، سامحوني، راكم مخطئين من حيث المبدا القانوني، مخطئين لانه انسان على ذمه التحقيق. الملف القضائي مازال في التحقيق، ما داروش اي حاجه. خلاص منير، انا فهمتك، واعتقد انه امير الدوله نعم، اعتقد انه انت وصلت الفكره تاعك، وصلتها. فانا نمرر الكلمه لشوقي. تفضل شوقي. تسمحي لي فقط قضية مرة أخرى، صراحة هذه قضية بسيطة وعندك الحق أنه قاطعتي، لكن فقط على السريع. لما تكون اتفاقية، إذا الاتفاقية فيها استثناءات، هذيك الاستثناءات تكفي باش تشرح لك المسألة. أنه أنت قلت بأنه إذا الجزائر لا تحترم حقوق الإنسان، لماذا فرنسا تمضي اتفاقية مع الجزائر؟ يعني هذا كلام طفل في الرابعة ابتدائي ما يقولوش. لأنه الاتفاقية نعم تكون اتفاقية مع كل دول العالم، لكن توضع استثناءات بسبب وجود دول تنتهك حقوق الإنسان. مثلا يقول لك بأنه التسليم لابد أنه لا يكون لأسباب سياسية، وراني منذ ثواني كنت نقرأ في البند. معناتها الجزائري الإشكالية دائما في النقاش اللي ما علمتهالناش المدرسة الجزائرية واللي خلاتك تكون بهذا الشكل، أنه الجزائري أنت تتكلم معاه وهو يفكر فيما سيقول من بعد، ما يسمعش الكلام ثم يرد على الكلام. لأنك لو سمعت البند اللي قريته أنا بشكل واضح كنت تفهم الإشكالية هذه تاع الاستثناءات. حاجة واحدة أخرى، أنت راك تقول درك باللي القضية هذه ما نقدروش نتكلموا فيها أساساً، يعني بحكم أنه القضاء لم يحكم. القضية تاع خاشقجي اللي صارت قضية العالم كله يتكلم عليها وأخذت أبعاد دبلوماسية كبرى، هل الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو غيرها أو تركيا في حد ذاتها انتظرت حتى حكم القضاء من أجل أنه تتكلم على قضية خطيرة مثل القضية تاع خاشقجي، أم تكلمت عليها مباشرة وبدات أزمات دبلوماسية متعددة؟ دقيقة صمت صديقي. نجاوبك. أنا واضح أنه الكلام موجه لك، واضح أنه الكلام موجه لك. أنا اسمعني، أنا مش كيفكم، أنا ما نقاطعش،
انا ما خليتكم حتى تقاطعش، انتم راني انتم اللي طرحت السؤال وأطلب منك تقول لي ولا استعمل ولا استعمل المصطلحات اللي ممكن تستعملها انت في الطلعات تاعك انت. صديقي يعني فهمتني ما اخي الكريم؟ تبكيليش، ما تبكيش، طرحت ما لك سؤال ما نبكيلكش انا، ولا تبكيش. نبكيلك. انت شكون بين نبكيلك؟ انت سيرتو انت ما ولا تبداش نبكيلك انت. سورتو، انا مانيش انا شخص قاعد سبحان الله يطرح لك العلي فكره، العظيم. طرحت لك سؤال، ما تبكيش رجاء. خلاص معنا، تفضل. خلاص او معنا. صوتك ولا تقوليش تاع بكائيه، تفضل جاوب على السؤال. لا انا بوكي اقول لك والله العلي راح العظيم. لك الصوت صديقي. الحمد لله. سؤالي شوف نعاود لك السؤال ولا سمعته؟ ما تعاوديش سؤال. انا تفضل. اخي الكريم قلت لك قضيه خاشقجي هذه تاع المعارض السعودي هذا اللي تم اغتياله في تركيا، حتى كي تستعملوا هما الدول دخلت وقاعده تحكي، ما قالوا، ما ادانوش، ما كانش ادانه. كاين ونعم كيما نقول ما تصريحات كانش من هنا ادانه، راهي ادانه القضائيه والراهي ما كانش راهي إدانة. ما كانش بيانات تاع دول متعدده تدين العمل اللي حدث. يا ما قلنا إدانة، لكن ما تفهمش انت. شفت كيف ماشي وقد تخرج تقول لي انا إدانة نخرج الفعل تخرج. من طرف دول، وش من إدانة؟ لا إدانة حول الفعل وش تقصد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، احنا نحكيو على الإدانة القضائية. هل أستغفر ثبت؟ الله وأتوب إليه. تفضل خويا. تلعب على المورال بزاف انت، على بالك والله غير تلعب على المورال. ابكي لي، راني لعبت لك على المورال، استفزتك. نبكي لك شنو نبكي لك؟ انت شكون بين نبكي لك؟ وش من مستوى وعلاش قاعد تبكي صديقي؟ أنا راه نتناقش معاك. تفضل. تخرج تهضر اكبر خراط انت هو اخي الكريم. أوكي، أكبر خراط هو شوقي بن زعتر. تفضل الآن جاوب على السؤال. هاني قلت لك انا ما كانتش هناك ادانات قضائيه تثبت كما نقولوا حنايا باللي راهو العمل لا هذا اللي صرا. الدول بمؤسساتها في العالم صرحت. هل أدانت الفعل الذي حدث في تركيا أم لم تقم بإدانته؟ بارك الله فيك. هل أدانت الفعل أم أدانت المرتكب؟ جاوبني. نعم. أدانت الفعل والعمل أم المرتكب؟ المرتكب. شكون المرتكب؟ حتى نزيدوا نهضرها. روح قول لي شكون المرتكب. لا، هل ثبت بأنه النظام السعودي هو اللي ارتكب الجريمة؟ الأزمات الدبلوماسية كانت مع الكائنات الفضائية. خلينا الأزمات الدبلوماسية تكون. كيفاش خلينا؟ انت دركا لحظة، انت دركا إنسان نكيرة، راح أنا نحكم على الكلام تاعك ومانيش راح نحكم على دول. انت راك تقول أنا ننتظر وأنا نتريث وأنا كدا، ولا النظام الجزائري إذا قال نفس الكلام، وما ناخذش على كلام دول كبرى التي أدانت ما حدث في تركيا، وأدانت الدول التي اتهمت بارتكاب القضية والتي تورطت واللي فيما بعد يعني راجعت هذه القضية وحاكمت الناس في الملف هذا. معناتها قبل ما الدولة السعودية تجر الناس إلى المحاكمة في الملف هذا، كاين دول خرجت وأدانت الفعل، دول تقريبا كل دول العالم. وهل تم إدانة النظام السعودي؟ إدانته بماذا؟ بالعمل هذا اللي ارتكب. كيفاش تدينه؟ ما فهمتش. راني نقول لك هل كانت ردود الافعال؟ انت راك تقول لنا رد الفعل، انت راك تقول لنا انا ما نتكلمش على القضيه اصلا. احنا قلنا لك باللي هذه قضيه تاع اختطاف فوق الاراضي الفرنسيه وتمس السياده، وقضيه تاع محاوله اغتيال شخص لاجئ سياسي، معناتها لازمنا نتكلموا فيها. الحقائق والدلائل موجود اعتراف في عام يعني من طرف هذا الجاسوس اللي لقاوه في وزاره الاقتصاد يقول لك باللي النظام الجزائري هددني وهدد عائلتي في الجزائر. بصح انت في درك قلت لنا في القضيه هذه والو، ما لازمش نهضروا ونستناو القضاء. لماذا في القضيه تاع خاشقجي فور اختفاء خاشقجي كانت ردود الافعال الدوليه؟ انا ما قلتلكمش ما تهضروش، ما تقوليش ما تقولش ما لم اقل. قلت انا راكم تهضروا باللي راكم سي بون حكمتوا على باللي راهو الانسان هذاك والنظام الجزائري ارتكبوا. نعم، النظام الجزائري مدان تجي ورا الادانه القضائيه، مدان في القضيه مثل ما أدين من ارتكب القضيه تاع خاشقجي من طرف الدول، وصارت ازمات دبلوماسيه. وموجود فيديو لايمانويل ماكرون علنا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقول له راني حذرتك من الامر هذا والامور مثل هذه. الدوله السعوديه راجعت نفسها وحكم اشخاص في القضيه هذه بلا ما نرجعوا للملف، لكن هنا دول بعظمتها
أصدرت بيانات وتفاعلت مع الموضوع وعلقت، لأن القضايا لما تكون قضايا سيادية كما كنت أقول قضايا دولة دي زافير ديتا، القضية تأخذ واحد البعد آخر. هذا هو الشيء اللي لازم تفهمه. انت تقول درك نعلق ما نعلقش، النظام الجزائري راه غارق في ورطات كبرى. هذا هو الشيء أيضا اللي لازم تفهمه. والله يا الأخ الكريم، شوف شفت هذه الأزمة الدبلوماسية اللي راهي صار سنوات هذه بما فيها هذه الحادثة الأخيرة، صدقني شوف الدول تبقى بالأنظمة تتغير والأنظمة تجمعها مصالح. صدقني اليوم كما نقولوا حنايا معليش كيفاه، غدوة العام الجاي سمنة على عسل وتولي الأشياء نورمال وطبيعية أخي الكريم. فهمت أخي الكريم؟ وكشغل ما كان والو خلاص. علاقة هذا بقضية جنائية في لا كاين الجريمة. لك برك يعني كي تقول على لا الجزائر لا 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 وفرنسا لا 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 نجاوب راني نجاوب لا راني نجاوبك هو العنوان تاعك الجزائر ماريا وفرنسا. راهي الله يتفضل حاجة شكرا. انغلق كل لا شيء فان بدا ليسونسيال يحاجي معليش ويخرط راني الحاجي واني ويحكي في نخرط الحكايات اللي بعد ليسونسيال راني مجتمعنا. الحاجي ونخرط. شكرا لكم اني الحاجي ونخرط. شكرا لكم بارك الله فيكم على الاستقبال. شكرا جزيلا. بس هذا ما نهضرش المصطلحات اللي مش مليحه. الحمد لله بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. مصطلحات اللي مش ملاح ولا البكائيات. شكرا جزيلا. كيف شكرا جزيلا صح. منير الملتزم فقط بالأحكام القضائية لا غير. ماريا تقدري تبعتي لي هذوك ما قيمته 1 يورو باش نشري الكليناكس برك من بعد ما عنديش. اوكي انكرويابل هذا السيد. ومصبح ملي يطلع وهو يعني صراحة يخرط بهذا الشكل ويدعي المعرفة ويدعي أنه هو أبو العريف لكي يبرئ ساحة النظام الجزائري. أنا ندير محامي تاع نظام كما النظام الجزائري. أبا كاين محامين قضايا معينة يرفضوها يعني من حيث مبدئية، يعني بسبب المبادئ تاعهم. يقول لك أنا ما ندافعش مثلا على متهم اعترف لي بجريمة معينة رغم أنه قانونا يقدر يدافع عليه. هذا السيد عارف كلش على النظام الجزائري يبدو، ولكن يستعمل كل أنواع المراوغات باش هكا يدافع عليه، أو في الآخر يقولك لازم نستنوا حكم قضائي. انكرويابل. فكرني في النظام الجزائري القضية تاع عمهم بوعلام وقت ولا يعطي دروس في القضاء، قال لهم باللي احنا رفضنا اننا نستقبل عمهم بوعلام لما رحل لانه لم يحاكم ولم يستفد من كل الاجراءات القضائية يعني تعطيك واحد الصورة، رغم انهم هم برفضهم استقبال مواطن جزائري بجواز سفر جزائري راهم خلقوا الاتفاقيات اللي هم وقعوا عليها. يعني دائما تناقضات اللي يجسدوها انصار النظام نفسهم يعني. اكزاكتومون. فاروق دي زيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ماشي. يقول لك المتهم بارع حتى تثبت إدانته، لذلك ما نلصقوش التهمة وندينوا بها المتهم. كاين محاكم وانتم الله يبارك يعني تثقون في العدالة الفرنسية، وخلي قال لك تثبت العرش ثم انقش. هذه من العقلاء. انا ماشي اي واحد يتهم باي حاجة لبسوا له التهمة هذه يبقى بارع. فجأة ولوا كاع يآمنوا بالقضاء الفرنسي ويؤمن يعني يصلون ويسبحون بالقضاء الفرنسي فجأة سبحان مغير الأحوال. أنا نهضر لكم اللغة اللي تفهموها وأنتم تقتنعوا. لا يعني اللغة اللي نتوما ساعدكم راكم تستعملوها. لا لغتكم أنتم بتفهمونا. دروك الأدلة أصبحت غير كافية. إلقاء القبض والاحتجاز غير كافي. لازم حكم قضائي. اتونسيون على بالك شوقي، لازم حكم قضائي نهائي. غادي يخرج حكم قضائي يقول لك لا لازم نستعملوا كل طرق الاستئناف ومن بعدها كي يثبت هذا الحكم عاد نهضروا عليه. صحيتي. ما تسبقوش انتم الفرحه بالليله. ما تسبقوش الفرحه بالليله. لا ماشي خطه دي لغتكم انتم. تحبوا تثقون في القضاء الفرنسي ولا لا تثقين فيه؟ هل انت حاكم في القضاء الجزائري؟ المفروض انك انت تثق في القضاء في كل مكان، ماشي شرط يكون فرنسي. لا لغتكم انتم المتهم. اصبر نحكي معك بلغتنا نحن. لماذا السفير الفرنسي في الجزائر اليوم متواجد في باريس ولا يتواجد في الجزائر؟ على بالك ولا ما على بالكش؟ ما على بالك. السفير الفرنسي في الجزائر ولا سفير فرنسا في الجزائر ستيفان غوماتي، لماذا هو اليوم متواجد في باريس؟
باليش استدعته فرنسا، لكن ما كاينش سفير خلاص، ما الله ما نبان لي بالامورات السفراء هذه تما انت ما على بالكش بالامورات بين والبروتوكولات. البلدين وراه جاي يتعلق اوكي. هي دونك الامورات كل يوم فيلم، كل يوم مسلسل، ولا ماشي امر واحد. كل يوم فين صديقي، كل يوم فين نقولها في نقولها في قهوة موح، ماشي هنا درك نعطيك المعطيات. سفير فرنسا في الجزائر ستيفان غوماتي متواجد في باريس لأنه تم استدعائه من طرف الخارجية الفرنسية بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لماذا؟ لأنه النظام الجزائري قام بطرد ولا بدعوة 12 دبلوماسي فرنسي إلى مغادرة الجزائر بعد ماذا؟ بعد ما خرجت القضية تاع أمير ديزاد، وبعدما اعتقل دبلوماسي جزائري يعني فوق الأراضي الفرنسية بسبب القضية تاع أمير ديزاد. معناتها النظام الجزائري، لحظة، النظام الجزائري اللي راك تدافع عليه راهو يقول لك باللي مجرد الاعتقال تاع الشخص هذا راكم درتوا قضيه كبرى بالنسبه لنا، ورانا يعني قمنا بترحيل ولا بطلب من 12 دبلوماسي انهم يغادروا الجزائر، واليوم راهي ازمه دبلوماسيه كبرى بين البلدين. راك فاهم؟ راني فاهم. الان انا نظري اليوم هذاك ما صارت الامور البارح ولا اليوم، لا دير كذا الامر قديم عنده 4 شهور ولا 5 قديم. لا اله الا انت بدي قاطع فيها. هذا الامر قديم وعالجوا في وسائل الاعلام وناقشوا الامر هذا تاع الدبلوماسي الجزائري ولا اللي يعمل في القنصليه، وطريقه اللي استعملتها المخابرات الشرطه الفرنسيه اللي لقى القبض عليه، لا ضرر للهاتف تاعو لقاوه قدام الشارع. واحد السيناريو حنا سمعنا الديزاد واش قال في بث مباشر داروا بعد اختطافه، وقال راح برجليه وراح، ومن بعد تناقضات شفناها. المهم هذيك امورهم ربي يسهل، خلي القضاء اللي يحكم. سمعنا ديزاد واش قال امير ديزاد في اللايف تاعو. مارياكش ما فهمتي ولا انا اللي مانيش شارب قهوه اليوم؟ لا ماكش شارب قهوه، ماكش شارب قهوه برك. انت مستحيل تفهم الجزائري وتتعمد ماريا عادة ما نسمعوش فيك ماريا. وي قال لك زعما التصريحات تاع امير ديزاد بروحها متناقضه. قلت باللي امير ديزاد قال هو اللي راح برجليه، ركبوه في التران ولا في البيس. المهم هذه عندها حكايه اكثر من عام، قال لي حكى في اللايف تاعو واش فيه. لا ركبوه في قطار تا من راس بلد صديقي، ما ضربوه، ما اعتدوا عليه، ما هدوه، ما عملوش. المهم السيناريو هذا الفيلم خلي المحكمه توقر. وين شفتوا السيناريو هذا؟ وين شفتوا السيناريو هذا؟ عنده عامين من اللي قالوا ديزاد. عامين ماريا، عامين. هي من اللي قالها في اللايف تاعو، عام ونص ولا عامين. ولا عام ونص ماريا، عامين، 3 سنين، 4 10 سنين، عام ونص، عام. ماريا ما تزيديش فيها. كيف قول انا قد تقاطع شويه هكا ونشوف. لا راني قاعد نترجم باسكو ما قاعدينش زعما يعني تشوش فيا هكا الاسلوب تاعك تشويش على الافكار ولا كيف؟ ما شاء الله على افكارك خويا، سامحني اني شوشتها. اسلوبك الطرح تاعك انت عندك اجنده نفذها، راك بامتياز نفذتها بامتياز، امر يخصك انت، ولا غادي تكتم الديزاد كي ولا ما حوسوش عليك وما كبروش بك انت. بالك النظام الجزائري هذيك شويه غاير شويه من الديزاد. ما خطفونيش، انا كنت حاب يخطفوني جوستومون. ما كبروش بك. معليش تكبر ان شاء الله، ان شاء الله يخطفوني ان شاء الله. ان شاء الله تكبر وتعاود تكون عندك تاثير اكثر. انت التاثير تاعك شويه ملت شويه واحد الكوطيه هي طاحت المصداقيه تاعك عندنا هكا نظرا لانه اكبر شعب كذاب. انكرويابل. فكرني بالجماعه اللي يدافعوا على خماس. شكون خماس هذيك؟ حماس منظمه الارهابيه. حماس يستعملوا نفس المنطق تاع المنطق تاعك هذا. قلتي المنظمه، والمنظمه واش؟ خماس الارهابيه. اوكي شكرا. علاش كديما عند كافره امر طبيعي يعني، ماذا بها تشوف اي حاجه مرتبطه بالاسلام تكفرها. ولكن انا مسلم. لحظه انا مسلم ونقول بانهم منظمه ارهابيه صديقي. يقول واش حبيت انت، انا نشوف الافكار. لا راك ربطتها انتم، ما كاينش حاجه تتكلموا فيها بمنطق هكا تكون عندكم عقل على حق المقاومه عندهم ولا ماشي حق مشروع اممي ولا لا خلينا ما نشرح. لا كيف لا ما نهضروش على اخلاص الحين قوس هذاك. انا قلت فقط الجانب المنطقي برك، يعني انك قلت لها بانها الامم المتحده تصرف بيناتنا. وش هو تصنفها الامم المتحده، خلي الامم المتحده اللي تصنفها. عندها الحق المقاومه، عندها حق ولا منظمه اجراميه. راح يهرب من الموضوع. راح يهرب. كمسلم انت اثبت لي الان كمسلم تعتبرها منظمه تخريبيه. انا نثبت لك كمسلم، نثبت لك اني مسلم محاكم تفتيش ماريا.
يا صديقي، يا انت اللي هضرت الان ولا استطيع ما؟ الغفران فاروق، من فضلك لا لا لا، خليني نطرح لك السؤال بشكل مباشر. تفضل. هل أنت حاليا تعتقد أنه سبب الأزمة بين الجزائر وفرنسا حاليا تصاعد الأزمة هو هذاك الوثائقي اللي فوتته في فرانس 2 وكشف لا لا، كشف قبل فضائح هذا. المخابرات الجزائرية في فرنسا؟ لا لا لا، ماشي هذاك هو، انما قطره فقط من المسلسل اللي بين الجزائر وفرنسا. وانا عاجبني حقيقه هذا المسلسل، وماذا بيه يزيد يتصاعد نوعا ما اكثر حتى يوصل اقتصاديا وامور تاثيرات. انا نشوف فيه هو مسلسل ضغط لو يدير بين الطرفين، بين النظام الجزائري والنظام الفرنسي، داكشي يعني وشفنا. راك باغي الدعوة تزيد تتخلط بيان بين الجزائر لا لا لا، وفرنسا؟ حاجه ماشي قلت لك ما قلت لكش تتخلط في الضرب، لا. في اساليب اللي يستعملوها الان، اساليب دبلوماسيه تمنيتها نقدر اقتصاديه. نسالك، انت عارف خليني الازمه؟ نجاوبها، لحظه خليني لحظه، نجاوبها. ما تقلقش راني معك. مانيش قالق، انت اللي متوتر. لا نسالك برك، نسالك في السياق اللي راك تكلم. انت عارف بالخبايا تاع الازمه، يعني عارف كيفاش بدات الازمه الدبلوماسيه، عارف لا لا الاصل. بالي بها من وراء تاع باري هذيك تاع ملي تلاقى في الطليان، تما اللي بدات تتوتر العلاقات. لان ماكرون قال لك حسب عمي تبون، قال لك اعلمني على انه سيعترف بالصحراء الغربيه لا تكون مغربيه. واش دارت الجزائر بعدها؟ استدعت السفير، وترى المعامله بالمثل في هذه المراحل. استدعاته فقط، استدعات السفير فقط. واش حدير؟ استدعات السفير، هذا هو الاجراء الدبلوماسي اللي قامت به الجزائر. استدعاته سالي تشاور وتشوف ردة فعل فرنسا، هل ترجع في قرار تسمع البيان معناتها الفرنسي. اليوم السفير الجزائر في فرنسا راهو مستدعى للتشاور في الجزائر، صح؟ كيف يديروا البروتوكولات الدبلوماسيه، القنوات الدبلوماسيه كيف يستدعيوا السفير تاع كل دوله، تستدعيوا ولا اليوم ما هو لا حال لا، السفير؟ بدات الازمه ولي تقول لي اليوم يا راجل. لحظة، ما هو واش فهموا؟ اوكي، بسبب الازمة استدعي السفير للتشاور، معناتها راهو مازال يتشاور. ما هي هل الازمه، هل التبريرات قدمتها فرنسا دوكا زادت رفع لا التوتر؟ لا صديقي، راني حبيت برك نبين بانك غير عارف بالتفاصيل، لا لانه غير ما تفاصيل، اليوم أحسن لا تفاصيل. وجود، لحظة العموم لحظة، اليوم لا وجود لسفير، لا وجود لسفير للجزائر في فرنسا. معناتها منذ أنه استدعي صار لا يوجد سفير الآن، معناتها سحب السفير كليا، بالخلاف مع فرنسا اللي موجود سفير. الجزائر جاوبتك على الخطوه الاولى اللي درتها الجزائر، تسالتني واش هي الخطوه الاولى اللي درتها، قلت لك سحبت السفير، هذا امر لا منطقي. قلت لي قلت لي ما على بالكش بعدا ما. لا انت نجاوبك على قد سؤالك، انت رحت لي مع الوقت. راني وجهت لك السؤال، قلت لك ما هو حاله، اسكو مازال يتشاور؟ قلت لي مازال يتشاور. لا واش دارت الجزائر، قلت لي واش دارت الجزائر كيما ماكرون اعترف، قلت لك سحب السفير تاعها وتشوف معاها وتوترت العلاقات وبدات هذيك و12 سفير ماشي من اجل المصلحه. ولحظه نكملوا المسار هذا باش الناس تفهم عبرك انت. ودرك لماذا سفير فرنسا في الجزائر راهو في فرنسا؟ هذا ماشي نقاش، هذا تحقيق. هذا لا انت قلت بانك عارف. انا سالتك لا انت جايب لي سؤال ورا سؤال، انا سالت سؤال. انا سالتك. لحظه انا ما نحبش. لحظه انا ما نحبش هذيك تاع الكويز تاع انك تبقى تسقسي في شخص. لكن انا سالتك اذا كنت عارف بتفاصيل الازمه، قلت لي نعم انا عارف بالتفاصيل، صح؟ ونجاوبك على قد سؤالك، ما نشعلش بزاف. وانت اللي قدير في الكويز الان تحقيق ندير معايا سؤال ورا سؤال ورا، المجال للمساحه للجواب ما كانش. تلتقط اي الكلمه الاولى تبدا تعقب عليها. تفضل جاوب براحتك، تفضل جاوب براحتك. الان انا سمعت الاخت في بدايه اللايف تاعها تقول سامحيني، قلت الاخت ممكن اختي في الوطن، معليش مازالت عندك حق الجنسيه الجزائريه ولا لا؟ بنقول لك اختي في الوطن جزائريه في الاصل، بصح الجنسيه لا اما لما كنت اختي لا في الدين لا في الوطن معليش. صديقاتي نقول لك لا معليش صديقاتي، سمعت يمكن انت حاجه تجمعنا باش نكونوا اصدقاء. اللهجه واللغه نتفقوا عليها انا ماريا. والله غير راني غير منك. علاش تغير؟ لا انت تبقى قلت لي مسلم، لا تبقى خويا شوقي، مهما خويا مغضوب عليه بصح تبقى خويا. مبروك عليك شوقي، الصداقه والاخوه. عليها قلت لك راني غير منك يا ماريا. عندك عنده اخو كيما انا كيما فاروق، انت ما عندكش اخو كيما فاروق. هاي على الاقل عنده ليه ان شاء الله.
كيف اتصلت فيك؟ لا لا لا، باب التوبه مفتوح لرب العالمين، اما للوطن ما شكيتش. الوطن ما يغفرش، ربي ممكن يغفر عليك يعني كي فينا تقولي حاجه. توبي وجهوني وين نروح؟ من وجهكش كبيره وتعرفي صلاحك. نقول لك يبان لي تبعي لي، ما زعما نقولكش تبعي لي، باغي عندك عقل. وانا حسب البدايه طرحت لك في بدايه اللايف، سمعتك تحكي التبييض والدنيا، عرفت باللي الجزائر كبيره على ماريا خويا. اكبر منها واكبر مني واكبر منك. الجزائر هذه الجزائر الدوله ولا البلاد؟ الجزائر نظام. انت عندك مشكل مع الدوله، النظام الجزائري؟ لا هذه لا، الدوله. انت تحب النظام. انا نحب البلاد الجزائر ونحب الدوله الجزائريه ونحب النظام الجزائري ونساندو مادام انت كاع الهدف تاعو حطيتهم في واضح. كوكتيل ماريا لا تقدري لا، تعطينا بين البلد، بلاديه انا فرق بين الجزائر البلد هذيك والدوله. البغنايه باش نبداو نسمعوا البغنايه خير من هذا انا الخطاب فرق بين الناصع. البلد الدوله، البلد والدوله القائمه في ذلك الحيز الجغرافي اللي هي البلد هذا، والسلطات اللي حاكمه الدوله هذيك. انت تاني لا راك تقول بلي النظام راهو بيان، راهو معيشنا بيان قبل والجزائر ما لاباس افريقيا عليها. 2019، بعد 2019 بدينا نشوفوا الطريق، ممكن مازال الحال شويه بعيد باه نوصلوا، ولكن يمكننا نوصلوا مع التضحيات. لازم نجاهدوا شويه، لازم نصبروا كشعب. وتوجه نظرا للجزائر تسعى الى تحقيق الامن المائي والامن الغذائي والامن الطاقي والامن كل ان شاء الله. زيد شويه الامن تاع السيارات، تاع البنوات، تاع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بربي. ان شاء الله بفمة ربي ان شاء الله. دعوتك انت مسلم فكرتني بهذاك الانسبكتور طاهر، تعقل عليه كنا صغار كانوا يفوتوا تليفون اللي فيلم تاعه انسبكتور طاهر، لي زافيرات تاع السرقات، لي زافيرات تاع الاغتيالات، لي زافيرات تاع كيما هاك، جبت لي سلسله كيما هاك. شكرا لك. لا قلت لك، لا قلت لك الهدف تاع الدوله كيف تقوم ماشي بين ليله وضحاها تفرج على الدوله، نتفكوا من القيود الفرنسيه. خويا تحيه الجزائر وتحيه للشعب الوطني خويا. تحيه الجزائر اولا، وربي يعيش رجال الجزائر. خويا تحيه غليزان، تحيه الناس غليزان اللي راهم محبين مع خوتكم. تحيه ناس تحيه راكي قال تحيه الجزائر، قصدك الجزائر العاصمه برك ولا كيفاه؟ انا قلت لك الجزائر من تبسه لتندوف ومن تزيوز انت من راس من الثالثه هذه. لا تندوف فيها البوليساريو قادر نروح غير تندوف لا خويا. وفيها غير جبيله ثانيه وبدينا نستغلوا يا خويا. واحد 12 مليار داخله كل عام، الله بعد العين علينا ربي. 12 مليار ان شاء الله. هي والفوسفات يعجبوني خوتي الجزائريين كيبداو هكا الارقام يطلعوا. حنا نتحمسوا ماريا الملاير الملايين، نتحمسوا شويه كيما العدد تاع الشهداء. علاش بهم الشهداء؟ راه كنت العدد. لا تحمس. انت مؤرخ حتى تبتها. وعبد المجيد تبون مؤرخ لما قال 5 ملايين و630 مازال البحث قائم في الارشيف الفرنسي، ومازال عدد الشهداء يرتفع. صديقي شحال عدد الشهداء يرتفع، ممكن يوصل 10 ملايين. 10 ملايين 10 ملايين ممكن يوصل 10 ملايين. وعلاش ماشي 15 مليون خويا؟ قلت ممكن يوصل. علاه انت بورصه هذيك تطلع فيها بالهواء تاعك؟ لا وكنت طلعتها من 5 ملايين ل 10 ملايين. وصلوا الان 5 ملايين و630 بالك، وممكن يوصل حسب المؤرخين. اول مره نسمع الدوله الشهداء تاعها يزيدوا كل عام. ماريا التضخم ما تعرفيش الاقتصاد انت. نظرا للارشيف مسروق، نظرا للارشيف مغلق عليه، المجرم ما يحبش يثبت الجرم عليه، قافل. وهذا الجرم هذا ان شاء الله المحاكم. ننتظر ان يفصل القضاء الفرنسي في هذه القضيه. شكرا لك. ما بالك يزعجكم شيء. اما المهم ربي. شكرا لك. السلام عليكم. غريب المهاجر، تفضل. السلام عليكم. ورحمة الله. واش راكم لاباس؟ هضر معاك شوقي البارح وقيلا ولا البارح؟ ما هضرش معايا البارح. سي لا ما هضرش ولا ما هضر معايا. هضر معايا سميهولي كفا اسمه، سميهولي نسيت اسمه هذا. رائد. واش الموضوع تاعكم اليوم؟ الجزائر وفرنسا ما فهمتهاش. واش تقصدوا بها برك؟ واش غادي نقصدوا يعني؟ علاقة علاقة الجزائر بلوت كولتور تاع فرنسا؟ أكيد علاقة النظام الجزائري بالنظام الجزائر. الفرنسي. حوزت الجزائر هي اللي حوزت السفير تاع فرنسا، هي اللي حوزاته. عباك بهذه. يا سلام على المصطلحات تاعك. العن الشيطان صديقي، العن الشيطان. والله الجزائر عنت باللي السفير الفرنسي شخص غير مرغوب فيه في الجزائر. تحكي الاخر هذه بصح ما يقولوش حاوزوها بابا. احنا نقولوا بالمصطلح تاعنا حاوزوه، شخص غير مرغوب يعني ما نحتاجوهش.
راهو غير موجوده هذه في العرف الدبلوماسي باش تقول هذا راهو كلام تاع الشوارع. احنا رانا نحكيو بيناتنا، احنا ماناش دبلوماسيه ليسونسيال، احنا نحكيو بلهجتنا وصافي باش يفهموا الناس برك، باش يفهموا الناس. اسمعني نقول لك حاجه برك مهم. انا راني نقول لك باللي انت والدوله الجزائريه راكم كيف المستوى تاعكم المستوى تاع الخارجيه الجزائريه هو نفس الشيء، لانه الكلام هذا جاء في قناه ال24 اللي هي قناة رسمية، وقال شخص نقلا على مصدر دبلوماسي بأنه السفير الفرنسي غير مرغوب فيه. هذه الممارسة اصبر، هذه الممارسة عند الدول التي تحترم نفسها لا وجود لشيء اسمه السفير غير مرغوب فيه. موجود أنك حقيقة يكون مثلا يعني سحب تاع سفراء أو أمر مثل هذا. معناتها الدولة الجزائرية هي دولة تاع عصابات ماشي دولة تاع مؤسسات، وانت راك قلت حاوزوه. دونك فريمون راك عطيت صوره جيده على الدوله الجزائريه. شكرا. بارك الله فيك. انا دوك نعطيك صوره على الدوله الفرنسيه. نتوما كيفاش تعاملوا في فرنسا؟ واش تقولوا نتوما؟ واش تقولوا ماريا؟ واش قصدك؟ انا مانيش في فرنسا بصح واش قصدك على واش؟ على واش حوزات ما فهمتش انا. كاينه واحد الحوايج صارين بيناتهم. كاين واحد دبلوماسي مسجون جزائري مسجون في فرنسا، راحت عائله تاعو باش تزورو ما خلاوهمش، فهمتي؟ حوجي ايه كاين بزاف قضايا، كاينين بزاف القضاء يعني السلطات الفرنسيه منعت عائله مسجون في السجون الفرنسيه باش يروحوا يشوفوه. نعمه راك من نيتك ولا غير راك تيري؟ سقسي شوقي وعلى بالو. وش هو صديقي عاود وشو قال لك بلي هذاك الدبلوماسي اللي راه مسجون عائلته مساكين راحوا لفرنسا باش يشوفوه، الوغ جا القضاء الامن الفرنسي وكاع قال لهم لا ما تشوفوش. هذه القضية اللي قالوا هو اللي قلت لك عليها ماريا، بأنه النظام الجزائري نقلا عن قناة ال24 مرة أخرى على قناة رسمية، لكنه ما قالوش هذا مباشرة. قال لك أنهم منعوا العائلة تاع قلاز أنها تزور الابن تاعها، لأنه فرنسا منعت يعني العائلة تاع هذا الدبلوماسي أنهم يزوروه. الإشكالية أنه الدبلوماسي هذا متورط في قضية تاع اختطاف، وانه يعني اصلا هو في عزله، يعني تم عزله على بقيه المساجين، لانه هنا عندك اشكاليه تاع انك عندك قضيه اجراميه كبرى. المحكمه المختصه في مكافحه الارهاب الان هذا نقلا عن النظام الجزائري، لكن ربما يكون هذا الاجراء اتخذ بطبيعه الحال حمايه السريه تاع التحقيق حتى يستمر التحقيق. شيء غريب، شيء غريب جدا. يعني انا نحط علامه استفهام صراحه. وأتساءل بصح أنت عندك أيضا النظام الجزائري راه يتعامل بنفس الشيء. كريستوف غلاز منعت العائلة تاعو من زيارته. معاملة بالمثل كما عاملوا الشخصية الجزائرية تتعامل الشخصية الفرنسية عادي. هذا التصعيد علاش انت في رايك راه ما بين الجزائر ماريا؟ لا ليس بالمثل ماريا، لانه كريستوف غلاز محكوم عليه في الاستئناف، وما كان لا سريه تحت تحقيق لا اي شيء. التحقيق انتهى. معناتها من المبادئ الاساسيه لحقوق الانسان انه الشخص هذا يقدر يتلقى الزياره تاع الوالده تاعو والوالد تاعو. لا ما يتلقى الزياره، كي يتلقى والاخرين زياره يتلقى هذا الزياره. المعامله بالمثل. يبدو بلي صدر حكم نهائي خلاص، يعني خرج الشرع تاعه، خرج الحكم وغادي يقعد في الحبس 7 سنين وفقا للقانون الداخلي تاع السجون. عنده الحق تاع الزياره اعتقد مره كل اسبوعين. بس مام شخص يكون في اي سجن العائله تاعو عندها الحق باش تشوفه ولا تكلف محامي. هذه حاجه عاديه ضروره. يعني المحامين هما المفروض المحامي بالدرجه الاولى يكون عنده حق اللقاء مع المتهم، سورتو لكن القضيه مازالت مفتوحه. تاع الفيلم الوثائقي كاين بزاف حوايج ما ندخلوش في لي ديتاي، كاين بزاف صوالح. انت فقط باش نفهم، انت راك تقول باللي الجزائر اتخذت الاجراء هذا ضد العائله تاع كريستوف غلاز ردا على الوثائقي وعلى امور واحده اخرى، صح؟ بيان سير. معناتها هذا رهينه. معناتها احنا كيما هذوك مثلا اللي يحتاجوا الرهائن ويقول لك يا ديروا شكون نتوما على انت فرنسي؟ شكون نتوما؟ نعم شكون نتوما على انت فرنسي؟ لا قلت لك الاخر رهينه. واش راك تخرط؟ لا كي قلت لي
حنا شكون؟ انا من وش من الجنسيه تاعي انا؟ مانيش عارف انا دوبوختني انت كي قلت لي حنايا ما فهمتك لا مغربي ما فهمتك لا ماكش فرنسي. عارف ماريا عارف وش دخل الجنسيات. المغرب؟ ماريا وش دخل المغرب؟ قال مغربي، وش دخل المغرب في الجزائر وفرنسا؟ رانا نحكيو على قضيه جزائريه وفرنسيه. هي انا ما فهمتكش دركا جنسيتك تا وش هي؟ انت قلت لي علاش حنايا، انا عندكم قلت لك المتلازمه؟ فرنسي قلت لي مانيش فرنسي. علاش مرض بالمغرب؟ علاش قلت خلينا من مغربي؟ المغرب، خلينا من المغرب، فوالا خلينا منهم، مانيش باغي نهضر عليهم انا اصلا ما نحبهمش، خلينا منهم. أوه. معليش، جزائري ما يحبش المغرب ويهضر عن المغرب دون سياق. على كل حال راك من بين قول لي الملايين. هضرتوا على الشهداء، راك وش من بهم بين الملايين. الشهداء؟ ربي ان شاء الله راهم في كيفاش الجنة إن شاء يخلطوا الله. وش مريم؟ بهم انا مازال ما الشهداء؟ ماريا تيري برك، كان يتيري في القضيه تاع فرنسا بعد خلاص المغرب من كملناها، بعد تا قلت لي الشهداء. كملناها، انا اعطيتك على واش صاي، سالتني جاوبتك. ما كملنا. نقول لك علاش ما كملنا، نقول لك علاش ما كملناهاش، باسكو انا قاعد نهضر وانت قاعد تفكر في حاجه تقولها وفي خرطيط والله خرطوم. ما شو ما خممت، شوف شوقي، نتسمعوش. والله ما خممت في حاجه. خممت انايا قبيله كنتوا تهضروا على، زدتوا هضرتوا مع السيد المخلوق هذاك مسكين على الشهداء. وش بهم الشهداء؟ الشهداء راهم في الجنه وضحوا على الجزائر ودافعوا عليها راهم في وخرجوا الجنه. لفرنسا، والمهم تقاتلوا عليها خويا العزيز. واو. كانوا يطيحوا على بالك الكوبتر يطيحوها يا بالحجره. ولدي احنا ماشي الكوبتر وطيحناه، حنا فرنسا بحد ذاتها ما نجمتناش. واحد دوله، اي دوله ما تنجمناش، حنا الشعب الجزائري والله ما تنجمنا. حكمتنا برك المغرب في لا 63 المغرب مسحت بينا الارض في حرب الرمال. المغرب مساكن داو الاستقلال على ظهرنا. داو الاستغلال اللي هضرنا. إيه. شنو يضحك؟ نعت لك الشهيد مغربي، نعت لي شهيد مغربي. لا وكمشي راهم مكتوب اسمائهم في مقام الشهيد نفسه في الجزائر العاصمه. نقولوا اخويا يعني في المعالم التاريخيه الجزائريه بروحها تعترف وتكتب لك الاسم والجنسيات، ماشي غير المغاربه. يعني كاين مغاربه، كاين فرنسيين، كاين تونسيين، دوك ما ننكروش. الحمد لله يا ربي اكثرهم جزائريين. هو بيان سور بلا باسكو تهضر على الجزائر، بيان سور نهضر على الجزائر، بيسك الجزائر هاد دولة قوية، دولة كبيرة بزاف. هاد الناس وقفوا مع الجزائر في الثورة تاعها، حاربوا عاونوا، داروا عمرهم ما علينا كانوا يعني بالصحة ضدك انت ولا ضد اجدادك ولا. داروا علينا المشكل خانونا. داروا علينا. كيفاش داروا علينا اذا في الاصل ما عاونوناش؟ لا مش من معاونه عاونوها، وش عاونونا خويا؟ فاش عاونونا؟ فاش وين كان؟ دقيقه، انت تحترم محمد بوخروبه؟ بيان سور راجل عظيم. نعم، على بالك واش قال الملك تاع المغرب كي قالوا بغيت نجلد يندوب، قال قالوا نشرب فيها التاي؟ على بالك واش قال له ولا ما على بالكش؟ اصبر، واش قال له؟ دقيقه والله غير تخليني نكمل لك هذه. على بالك واش قال له؟ راه قول واش قال له، ما تخليهاش. كي قال له تاع المغرب انا نجي تندوف نديها ونشرب فيها التاي، قالوا لا شربت فيها التاي نعطيك انا المسطاش تاعي ديروا نعناع. وين قالها هذه؟ قالها وين قالها؟ ماريا قالها ماريا قالها. كي تعاود جوج مرات سيكو قالها. اقسم بالله هي قالها. سي بون، منتك انا خلاص. اي حلفت اقسم بالله حلفت، سي بون. عندها الحق. استنى نجيب كاش كتاب. مالا ماريا تملي بالله. ماريا تملي بالله. شكون هذه؟ على نينا بوراوي. ها اقسم لك انا صدقت. شكون نينا بوراوي هذه؟ نينا بوراوي هذه كاتبه جزائريه فرنسيه. وانا كيفاش تامني بها؟ حلفت لك وصاي. هو مش خويا راهي حلفت وخلاص صدقناها. كيما انت كي قلت قالها انا ديجا صدقتك، بصح كي حلفت ماريا زدت صدقت اكثر خويا. لا قالها اسمع، قالوها جدودنا. خليني نهضر معاك دركا قول لي هضر حبيبي. محمد بوخروبه المدعو هو ريبو مدين باسكو كان يستحق. علاش تقول المدعو؟ علاش تقول المدعو؟ تقول الزعيم هو ريبو مدين يا ولدي. الاسم تاعو في الحاله المدنيه محمد بوخروبه، وكان يستحي باللقب العائلي تاعو، دونك سما روحو هو ريبو مدين. هو ريبو مدين او بوخروبه وين كان وقت الثوره التحريريه؟ حكايه طويله ماريا. كيفاش وين كان هذا؟ حنا رانا نحكيو فيه سوجي رحت لي من هنا. هذه الصراحه والله العظيم. والله يا سيدي والله. اصبر تشوف التعليقات. اين كان هو ريبو مدين وقت الثوره التحريريه؟ عاونونا ان شاء الله نديروا
قضيه خونا راهو محرج. نديرو ماريا، نديرو هذيك كيما من سيربح المليون هذيك. احسن اجابه يديموا لها جائزه في نهايه البث. رحله للجزائر. رحله الى الجزائر على طريقه سبيد والله ما فهم. الجزائري. خويا راهم يكتبوا وجده بركان المغرب. واو، البلاد اللي تكرهها هذيك خويا، راهم يقولوا البلاد اللي تكرهها. حد قال لك كان يضرب قهوه وكرواسون في وجده. قهوه حليه، كان يحب الكرواسون هو. شفت المهاجر، واش رايك؟ يعني هذه معلومه اعتقد لا احد ينكرها. شوي حاج. هنا سأسكت قليلا. ويا شوي يو جلطة دماغية بالك ماريا. ولا نعيطوا لي زورجونس. هرب. جو سي با، بالك الانترنت بالك. كيفاش الحديث دار وعشينا نهضروا على المغرب بوجده. والله انا بعد ما على باليش ماريا كيفاش دارت. ماريا عندها ايامات راني نستنى في واحد اسمه قسنطيني يجيب واحد الدليل، ما زادش جا عندك. والله غير قسنطيني نداء عام. قسنطيني خويا رانا نستنوا فيك البارح او من البارح. خويا راني في 48